وانا قاعده على السيح دلوقتي بسبب فريده. انت بتتعاملي مع المشاكل عادي، يعني لو هو البنت الجامده دي. لو انت جوزك مسافر فاكيد عدى عليكي وقت خايفه ان المسافه دي تبعده عنك اكتر. بس بيني وبينك كده تعالي نتكلم بصراحه علشان نوصل لهدفنا ونوصل للي احنا عايزينه. في ستات بتقدر تشغل عقل جوزها وتاكل دماغه رغم المسافه اللي ما بينهم. ازاي؟ بتخلي الراجل يحس بوجودها في كل تفصيله في يومه حتى وهي مش معاه. فانا النهارده هقولك على حبه خطوات سهله جدا بس هتاثر فيه قوي. في وش وراح صح، المروحه اتقفلت عليا وانا قاعده على السيح دلوقتي بسبب فريده. نفس البوست اللي انا نزلته لكم من يومين اهو عملي اهو قدامكم اهو اللي بيحصل فيا. يلا بينا نكمل الفيديو، بس اهم حاجه ما تنسينيش في تعليقات وشجعيني كتير علشان انا كسلانه قوي الفتره دي، فشجعيني ومستنيه كومنتاتكم اللي تحمسني عشان اقوم اصور. وطبعا اللايك علشان اعرف ان الفيديوهات بتعجبكم. ولو انت مش مشتركه اصلا فدي قصه تالته خالص، انت كده فجاه مش هتلاقيني لان فيديوهاتي ممكن ما توصلكيش مره واحده كده. يلا بينا ندخل على اول خطوه. لو لقيتي النور بيلعب ففريدة بتلعب في النور، فهعمل نفسي مش واخدة بالي واكمل لاني صامدة وهكمل علشان اكمل لكم الفيديو والكلام المهم اللي احنا ان شاء الله هنقوله ده. وكمان عشان ما يتحرقش دمي، ها لازم اكون مبتسم قدامكم ما يتحرقش دمي واروح انفعل. خلينا كده فرحانة البنت سامعين. اول خطوة تبعتي له رسالة ذكية مش متكررة. يعني ايه؟ يعني لما تيجي تتكلمي معاه تبقي متاكده اللي هو فاضي، ده اول حاجه. يعني مش هو عشان انت اللي فاضيه تروحي تكلميه، لا انت متاكده اللي هو الوقت ده هو فاضي فيه. فتقولي له معاك دقيقه اطمن عليك، سهله اهي. هتكلمي معاه انت وراكي حاجات، طب اوكي انا بس قلت اطمن عليك كده وسط يومي علشان انا كنت مشغوله جدا، فقلت اطمن عليك عارفه اللي انت الوقت ده فاضي فيه. حاجه كيوت جدا وبسيطه جدا بس بطريقه لطيفه علشان تعلق معاه. تاني حاجه تستخدمي اسلوب المشاركه. ازاي؟ يعني عملتي اكله جديده قولي له والله عملت اكله جديده طالعه حلوه قوي كنت نفسي تدوقها معايا. رساله زي كده فيها محبه ولطافه ودفء كده. تاني حاجه في الخطوه دي تشاركيه انجاز في يومك، حاجه بسيطه انت عملتيها بس هو انجاز بالنسبه لك. يعني الدولاب اللي كان معمول بقاله كتير بقاله شهور نفسك تعمليه انت عملتيه. قولي له ياه ده اخيرا عملت الدولاب اللي بقالي شهور نفسي اعمله، انجزت حاجه كان على دماغي ومش عارفه. حاجات بسيطة جدا بس هتفرق اللي انت بتتكلمي معاه في تفاصيلك في انجازاتك. تاني حاجة لازم نحسس الراجل ده ان حياتك مستقرة ومش محتاس من غيره. يعني ببساطة كده بتحكي له يومك العادي الهادي ماشي ازاي. اصحيت بدري كلت حاجة بسيطة بعد كده نمتلي شوية بعد ما عملت الشقة ما اعرفش. يومك ماشي عادي جدا. ما تجيش واحدة تقول له ايه انا مش عارفة مواصلة دي الجيزة عايزة اروح الجيزة مش عارفة اروح ازاي. ليه يا ماما؟ اسالي امك ولا خالك ولا اخوك الكبير ولا اي حاجه. ليه انت محتاسه؟ انت مش محتاسه عادي امورك هتمشيها من غيره. يعني من الاخر ما تضربيش لخمه، انت قد المسؤوليه. تالت خطوه بقى خليه يشاركك تفاصيلك عن بعد. ازاي؟ لازم تفهمي الحته دي كويس. الرجاله بتحب تحس ان هي مؤثره حتى وهي بعيده. هتعملي ده ازاي؟ هتشاركيه في حاجات بسيطه جدا يعني في البيت. يعني الستاره دي ايه رايك اغيرها بلون كذا؟ انت ليك نظرة برضو مش عارفه ايه الكلام ده. مش قادره اقول لكم قد ايه الحاجات البسيطه دي مهمه وهتفرق معاه. لما تقولي له مثلا اللمبه اللي انت كنت مغيرها قبل ما تمشي وتجيبي سيرتها، المج بتاعك جيبي سيرته كده. التفاصيل اللي في شقتكم مهمه قوي اللي انت تقعدي تتكلمي معاه فيها. ويا سلام بقى لما بتكوني بتاخدي رايه وانت بتجددي حاجه في الشقه، دماغه هتفضل معاكم هنا في تفاصيلكم انتوا. شكرا يا ديجا. فاهمه؟ ضيف على كده كمان نحكي له التفاصيل والمواقف اللي بتحصل معاكي في الشارع مثلا او السوبر ماركت. حصل موقف ضحكك قولي له انا قلت اقول لك عشان تضحك. حصل موقف شجاع منك قلت اقول لك عشان تعرف ان انت سايب راجل. اللي هو مش لازم تقوليها باللفظ ده اللي هو ايه يعني حد قد المسؤوليه مش عارفه ايه الحاجات دي. بلاش كلمه راجل يعني مش تمام اوي. وده يوصلنا للنقطة اللي بعدها رقم 4 او الخطوة رقم 4. عايزينه يكون مطمن عليكي. ازاي؟ عايزاكي تكوني الست اللي بتعرف تخلي الراجل واثق فيها. بمعنى لما تيجي على باله
ما يبقاش قلقان عليكي، ما يبقاش تفكيره كله فيكي بقلق، مصاحب له بقلق كده. لما يفكر فيكي اللي هو عادي، اللي هو حياتك مستقره، غير لما يفكر فيكي وهو دايما قلقان عليكي وخايف ان انت ما تعرفيش تتصرفي بالعيال، او لو حصل حاجه ما تعرفيش تتصرفي. الكلام ده كله بيرتبط بقلق، اللي انت تفكيره فيكي بيرتبط معاه بقلق. يعني مثلا لما يكون عندك مشكله في الشغل، ببساطه كده هتقولي له اه والله كان عندي مشكله وحلتها خلاص، قلت اقول لك علشان اطمنك، عادي خالص. انت بتتعاملي مع المشاكل عادي، يعني لو هو بنت الجامده دي مش جايه بتشتكي كده وبتقعدي ترمي المسؤوليه عليه وهو بره، لا انت بتتعاملي مع الظروف عادي. وفي نفس الوقت انت حاطاه في الصوره، مجرد ان انت بتحكي له بس يومك كان ماشي ازاي بكل برود، عادي جدا. وقبل ما اختم عزيزتي، نفسي اقولك ان المسافات ساعات بتبعد، وفي مسافات احنا اللي بنخليها تقرب. المشكله فينا احنا وفي تفكيرنا وتصرفاتنا، وانت بايدك وبذكائك هتمشي امورك زي ما انت عايزه. كل اللي انت محتاجاه شويه وعي، وتختاري الوقت المناسب والكلمه المناسبه. وبس كده. ما تنسيش تشوفي الحلقات اللي فاتتك، هتلاقيها تحت في الديسكريبشن او تحت في التعليقات. وما تنسيش تعملي لايك وكومنت حلو زيك او دعوه حلوه. سلام.